يا صباح الفل، محتاجة منك تركزي معايا ثانية. لو انت عايزة رموشك تقع استخدمي الاتنين دول. لو انت عايزة ما يبقاش فيكي رموش خالص وتضطري تفضلي تدوري على حاجة تعالجيها رموشك استخدمي الاتنين دول. لو انت عايزة حاجة علاجية هنبدأ نتكلم على الاتنين دول، بس خلينا دلوقتي نبعد دول ونتكلم على دول وبعدين دي. الماسكارتين دول لو ببلاش ما تاخديهمش. بصي M&N هوريكي عاملة ازاي. عندي يعني اعتقد باين اهي ان هي مليانه. انا استخدمتها تقيله جدا على رموشي. هي مش ووتر بروف، هي اسمنت بروف تقريبا. يعني اول ما بحطها ما بتطلعش حتى بالميك اب ريموف، ولما بتتشال وبتوقع الرموش معاها. فدي انا مش هجيبها تاني ولا حتى هديها لحد، يعني خلاص كده دي بالنسبه لي اكس. تاني حاجه دي 4D دي برضو نفس الكلام. هي بصي بتخلي رموشك شكلها خطير، وبرضو فيها شكلها خطير وحلوة وبتطول الرموش، ولكن برضو تقيلة على الرموش وبتوقع الرموش. فالاتنين دول انا رميت فلوسي فيهم على الارض ومش هجيبهم تاني. طيب تعالوا بقى اكلمكم على الكينج، او اللي هي كويسة دلوقتي وانا بستخدمها دي من اسنس. بس خلي بالك لما تيجي تشتريها اتاكدي ان انتي شارياها من الويب سايت، من الموقع بتاعهم. طيب دي حلوه ليه؟ اولا بتطول الرموش. تاني حاجه خفيفه على الرموش، مش هتوقع لك رموشك، ولما بتتشال بمنتهى السهوله بالميك اب ريموف، او لو انتي غسلتي وشك بغسول ما بتاثرش خالص معاكي. طيب خليني اوريكي شكلها من جوه. الفرشه بتاعتها دي، الفرشه بتاعتها اهي حلوة جدا وخفيفة على الرموش، وبصراحة من الحاجات اللي انا مش هتبقى اول تجربة ليا بيها، انا هجيبها تاني. ده بالنسبة للحاجات التجميلية. تعالي بقى نرجع التجميلي ورا كده ونتكلم لو احنا رموشنا بتقع او انا رموشي كنت بستخدم لها ايه. انا جبت دي، بصوا دي خلصانة اهي من كتر ما انا استخدمتها. حلوة جدا جدا جدا. اولا الليكويد بتاعها عامل زي الجل، فما بيدخلش جوه العين. هستخدم سكرين شوت، هي شكلها مبهدل شويه بس بجد لا، شابوه للشركه دي ان هي عملت المنتج ده. وبتطول فعلا الرموش، هي بتطول لكن ما كثفتش رموشي، لكن هي بتطولها. والليكويد بتاعها زي ما بقول لكم جل، فمش بيدخل جوه العين. دي بقى صاحبتي نصحتني بيها وبتقول لي ان هي فظيعه وبتطول الرموش وحلوه جدا. انا جبت منها اوفر، كان الاوفر فيه 2. مش مرتاحه اللي معاها خالص، مش مرتاحه لها خالص. بصوا هي عامله زي، استنوا، عامله زي الزيت اهي. بصوا مليانه، يعني مليانه على الاخر اهي، عامله زي الزيت. الفكره ان هي بتدخل جوه عينيا، فبضطر ان انا اغسل عيني، وبعد ما الاقيها بتحرقني لو دخلت جوه عيني فاضطر ان انا اغسلها وما بستفادش بيها. صاحبتي بتقولي ان هي منتج رهيب وجبار وعمل معاها نتيجه وطور رموشها وكل حاجه. انا بالنسبه لي بصراحه لا، يعني لو كده هشتري دي تاني، مش هشتري حاجه فيها زيت. زي نظام زيت الخروع بالظبط، الناس اللي بتحطه عشان يطور رموشها وفي الاخر بتقع. فانت ليكي الاختيار انك تجربي، سواء عايزه تجربي دي او دي. دول الاتنين علاجيين ودول التجميلي بجد بجد يا جماعه. ما حدش يهدر فلوسه في المنتجين دول خالص. الماسكارا دي والماسكارا دي بجد وقعوا لي رموشي، يعني انا استخدمت دول وبعدين رحت استخدم دول عشان يطولوا رموشي. دي كويسه جدا والى حد ما احسن من حاجات كتير بتعمل فوليوم وبتتشال بسهوله وفي نفس الوقت ما بتهببش العين. فبس كده، دول اللي انا كنت عايزه اكلمكم فيهم، واتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم. ما تنسوش بقى لو حد استخدم حاجه من دول يقول لنا في الكومنتس، وسبسكرايب بقى واشتراك، واشوفكم على خير. صباحكم زي الفل، باي.